السلام عليكم. تابعت واحد الحلقة مؤخرا ديال الصحفي حميد المهداوي، واحد السجال، واحد النقاش، واحد السجال اللي كان وقع بينه وبين واحد الثلاثي ديال رضوان الرمضاني ومزد الفقير وواحد أستاذ جامعي تا هو تكون معاهم عمر الشرقاوي، تيدير واحد البرنامج ديال العصابة. وصراحة بقى فيه الحال على أنه المستوى ديال اللي كنقولوا أنهم نخبة على وسائل الإعلام التواصل في المغرب تعتبروا نفوسهم نخبة أو تقدموا نفوسهم على أنهم ناس حداثيين تقدميين، يطيحوا في هذاك المستوى من الحضيض، على أنهم يحاولوا يغرقوا الشقف لواحد السيد مسكين. الخطأ ديالو أنه ما غاديش معاهم في نفس الاتجاه اللي هما غاديين به. بلا ما نبقاو نفصلو بزاف، واحد الظاهرة وقعت لينا مؤخرا ما عمرنا عشناها صراحة الله. أنا بعدا من الجيل ديال السبعينات واللي حضرنا سنوات الرصاص وسنوات الجمر والقبضة الأمنية الحديدية ديال دريس البصري. ما عمري عرفت شكون هو المدير العام ديال الأمن الوطني، حتى نهار صيفط لاكارت ناسيونال عاد عرفت بلي راه كاين واحد السيد سميتو حفيظ بن هاشم، ومن بعد منو جا الميداوي، وبعد منو رجع عاوتاني حفيظ بن هاشم، بعد منو العنيكري، حتى وصولا لعبد اللطيف الحموشي. والظاهرة هذه ديال الحموشي ما باش تفهم ليا، جميع المنابر السوشيال ميديا والقنوات الإلكترونية وهذه كلها تطبل وتزغرد باسم الحموشي الحموشي الحموشي، لدرجة أن رجال الشرطة عوض التسمية ديالهم الحقيقية كرجل شرطة أو رجال الشرطة أو فرقة من كذا ديال الشرطة كما كنا كنعرفو كيتسماو السلم الإداري ديالهم والتوصيف ديالهم، ولاو تيتسماو رجالات الحموشي، وكأن الجهاز كامل على قدو ينسب إلى الحموشي، رغم أن الجهاز هذا أسس غداة الاستقلال، يعني باقي واقيلا حتى الحموشي ما تزادش. حتى واحد ما تينكر الدور ديال السيد عبد اللطيف الحموشي والخدمة ديالو اللي تيدير واللي كتبان خلال هذا الأمن هذا اللي تنعيشو على المستوى الداخلي، على مستوى الانتشار الأمني، حتى الثقافة ديال التعامل ديال إدارة الأمن الوطني مع المواطنين. هادشي اللي ما يحسش به الجيل ديال دابا، ملي كنحسو به حنايا الناس القدام شوية، حتى واحد إلا غيكون ناكر للجميل على أنه في العهد ديالو بزاف ديال التغييرات على مستوى الهندام، على مستوى الاستقبال، على مستوى السرعة في التدخل، على مستوى بزاف ديال الحوايج، وحتى هذا الأمن والاستقرار اللي تنعيشو على مستوى الأمن الداخلي ضروري من الجرائم، ضروري من المشاكل، شي ضروري حتى الدول الأمنية، أمريكان، فرنسا، الألمان، اسكندنافيا براسها، الجابون باقي فيها الجريمة وهادي، ولكن حنايا بدرجة أحسن بزاف ديال الدول على مستوى الأمن. لا، الراجل داير خدمتو وباينة، ولكن هاد التطبال المبالغ فيه تنظرش أن الإدارة العامة ديال الأمن الوطني اللي هو واحد الجهاز اللي كنعرفوه جهاز محافظ، جهاز متيهضرش بزاف، متيخرجش العالم الإعلام بزاف، رغم أن عنده قنوات تواصلية ديالو وعنده مجلة ديالو، عنده على الجوريديك ديالو اللي تيدافع عليه، يعني مكيحتاجش لا مني انا ولا من غيري انني ندافع عليه او نطبل ليه ولا نزمر ليه. النتائج على الارض هي اللي كتهضر عليه. انا لو قلت لي كيداير الامن في المغرب غادي نقول لك فوالا كاين من واحد الناحيه كذا، ولكن واحد الناحيه راه كذا عاديه مزيان، حتى حاجه ما بارفي، حتى حاجه ما كلشي نسبي. وإذا بنا كنشوفو شي ناس يخرجوا تيبداو يهضروا
المشكله ماشي تيهضروا على جهاز الامن، تيهضروا على الشخص ديال الحموشي، وهذا راه خطير. لانه الحموشي تيبقى بغض النظر على المسؤوليات ديالو كيبقى بشر، كاين اللي تيتغر. انا علاش نقولوا بنادم سيرتو الشعوب ديال الدول الناميه والمتخلفه تيخلقوا فرعون من لا شيء. راه دريس البصري اللي كان اقوى رجل في الحقبه ديالو من بعد الحسن الثاني، واللي عنده بزاف ديال السولار، عنده بزاف ديال الوزارات على يديه، وخانق المغاربه لدرجه ان كنا كنقولوا الحيوطه راه تيسمعوا قوه القبضه الامنيه اللي كانت عنده، وما كانش كيحظى بهذه المتابعه الاعلاميه وبهذه الشخصنه في التعاطي مع جهاز ديال وزاره الداخليه او الامن او لا ديست مقارنه مع الحموشي. على لكل يقين لما كقراءة موضوعية للشخصية ديال السي المدير العام أنه ربما متيحاشيهاش ليهم كاع، ما عمرو طلبها منهم. ما تنظنش أنه الإنسان في هذاك المستوى في هذاك الليفل والأرقام تتحدث عليه والإنجازات ديالو تتحدث عليه، غادي يهز التليفون غادي يعيط على واحد صحافي ويقول ليه عافاك كتب عليا واحد الارتيكل، أولا يعيط على صحيفة إلكترونية يقول لها كتبي عليا وزوقي ليا وجهي. هذا التقرب من الشخصيه ديال الحموشي والحس كابا الحموشي بغيت نفهمها. الناس هادو شنو البارومتر ديالو؟ واش كيفرق الكريمات؟ واش غيرضي عليهم زعما ولا يبدا يدوزو في البراجات بلا ما يتقلبوا؟ بغيت نعرف شنو هي الحظوه، شنو هو المقابل. السيد ناض هضر على الحموشي بوصفو مسؤول على واحد القطاع امني حساس وحيوي. ناضوا ليه ثلاثه بغا يغرقوه بغا يصيفطوه بالعربيه تاع عربت. اللي بغا يدخل الفيديو ديال المهداوي ولا الفيديو ديال العصابه وغادي يعرف علاش نهضر. بغا يغرقوه ليه الشقف ويشريوها ليه بتمغرابيت ويشريوها ليه مع الحموش. يعني بحال ما كفاتوش ديك 3 سنين ديال الحبس اللي دوز مسكين وخلى عائله مشتته ووليدات صغار. وهذه تا انسانيا حشومه كاع، والله الا حشومه. والسيد ما قال حتى شي عيب، قال لهم غير انشطه ديال الحموشي راه ماشي بالضروره تضخموها ولا تبقاو متبعينها، وهذه ما رضاوش تقرصوا ناضوا يشريوها لي. وانا معاه متفق معاه. حموشي راه ماشي رئيس الحكومه، ماشي وزير ديال الشباب والرياضه ولا وزير ديال الترفيه. السيد راه تيشرف على جوج ديال القطاعات حساسين. وماشي في اي حاجه دايره خصهم يبقى ينوهو والمغرب والحموشي راه بزاف. ولا الامن ديالنا حنايا بفضل الحموشي، راه بفضل رجالات الشرطه ورجالات الامن ورجالات الخفاء والرجال اللي ما كنعرفوهمش حنايا اللي خدامين في المؤسسه ديال الامن الوطني وفي لاديستي. الحموشي المدير العام كيما سبقوه ناس وخدموا الله يجزيهم بخير ودوزوا واحد المرحله وخلونا نعيشوا في هذا الاستقرار وفي هذا الامن، حتى هو راه النهار غادي يمشي وغتبقى الاداره العامه ديال الامن الوطني قائمه وتبقى لا دي اس تي قائمه، وغادي يجيو ناس اخرين اللي ربما غادي يمشيو على النهج ديالو، غادي يشوفوا الخبره ديالو، ربما يبقى مستشار امني لهذوك الادارات باش يرجعوا لعندو بعد التقاعد. هاكا ما فهمتش انا زعما 2023 وكاين شي واحد بوجهو احمر مصندل وعنده عائله وعنده وليدات وهادي شنو رساله كتبغي توصل لهم؟ انا باباك الحاس كابا فابور، ربما تيبان ليا فابور، لان الاداره العامه ديال الامن الوطني ما محتاجاش شي واحد يطبل ليها، ما محتاجاش شي واحد. علاش غيطبل ليها؟ راه العمل ديالها باين، راه المواطن راه تيشوف الخدمه ديال البوليس، ما تيتسناش شي واحد يجي يقول لي راه هذاك الكوميسير فلان فلاني ولا هادي ولا تزيد تنفخو. راه بالعكس،
راه كتزيد تتعطي انظار على داك الشخص، وتتولي اي هفوه تكون بسيطه زاكوره تنسب اليه، هفوه بوليسي تنسب اليه، وتزيد تحقد بنادم عليه، خصوصا اللي وقعت ليه شي مشكله ولا مشى الكوميساريه وتلاقى مع بوليسي ما تعاملش معاه، او لا مشى بوليسي في الطريق شد ليه الوراق، وهادي يبان ليه الحموشي ديك الساعات، لان نتايا خلقتي ليه ديك الصوره الهلاميه على الحموشي، ويقول لك هذا هو الحموشي. وحنا ماشي في صالحنا كبلد كشعب، ما في صالحناش انه الصوره ديال المسؤولين كبار معنويين، متنهضرش على الشخص، تنهضر على المسؤول، انها طيح في عين المواطن باش تبقى ديما الهيبه والاحترام لهذاك الجهاز، كما جهاز العدل، محكمه، قضاة، جهاز الصحه، الطبيب، الفرملي، جهاز التعليم، الاستاذ، المعلم. اما الا بقينا تطبال ونمنعوا اي انتقاد لواحد المؤسسه، راه بحال كنخدو الشمس بالغربال وتنقولوا نرجعوا القضيه اللي يقولوا العام زين. وكل تضامن مع داك السيد حميد المهداوي مع المرض ماشي صراحه بعض المرات كيعجبنيش، تيبان ليا عداوي خاوي، مي بعض المرات يعجبني بحال كيهضر باسم الاغلبيه الصامته والناس اللي ما عندهمش واحد الوسيله باش انهم يعبروا، كما انا دابا داير هاد الوسيله هادي باش نعبر. كل تضامن معاه، زعما صراحه انسان حقاني تيقول لا لوجيك. لا دار السي الحموشي ولا اخنوش ولا عباس ولا بوشعيب اي مسؤول في المغرب دار خدمته، ديك راه هي علاش مديور، وربما عنده تعويضات عليها وعنده صالير مقمح عليها، خدمته هذيك تيتخلص عليها، هذا هو اللوجيك. مي الا دارها قد راسو ننتقدوه عليها، ليس بمنزه. ولا كان هذا منزه الاخر منزه الاخر منزه الاخر منزه، لا ما تهضرش، لا عندك ويلي لا هدا راه هادوك الناس غادي يقولك حنا غادي في الطريق الصحيح، بويسكو ما انتقدنا حتى شي واحد، حتى واحد ما قال لينا كتخربقوا ولا علاش درتو ولا دي، دونك انا في الطريق الصحيح وغادي تبقى غادي هكا. ما يمكنش، راه بالنقد البناء باش كتقاد الامور وباش كتطور الامم باش كتطور الدول. الامريكان واصلين ليفل ديال ستاج الوحش، قلبوا في المريخ، ملي كتمشي الصحافه عندهم كتلقاهم انتقادات ورا انتقادات. علاش؟ ماشي كرها ولا ضدا ولا معارضه من اجل المعارضه، لا بالعكس من اجل التقويم. انا اليوم اللي عندي انايا صفه صحفي مثلا، وانا سلطه رابعه في الستاتيو ديال البلاد، راه بالعكس لا دارت الخدمه ديالها الاداره العامه ديال البوليس برافو ليها، بلا ما نقولها ليها، بلا نبقى نشيد بها، لان خدمتي هادي. انا غادي نكتب على ارتيكل تنتقد الدور ديالها في التدخل في الحادثه ديال فلان الفلانيه، او عدم التعاطي مع شكايات المواطنين او صافي. يعني الخدمه اللي تيديروها راه مفروضه عليهم، راه هذاك الجهاز محطوط من اجل يدير هذيك الخدمه. انا غادي نكتب عليه وغادي ننتقدو الا ما دارهاش، ماشي نوض انا نقول لك بلي هذاك الجهاز راه ما دارش واحد الخدمه كوم يلفو، ينوضوا لي واحد 3 مريحين دايرين برنامج خاص غير بيا انا، كما داروا السيد بهدلوه مسكين، غيصيفطوا ماشي غيصيفطوا للحبس وما عنده حتى شي حاجه، لا غير يحطوه في السيبله بحال زعما الحموشي راه مريح دابا تتفرج فيهم تقول والله تا صح هذا خصنا نديرو بحال تيوريوك ان حنا ماشي دولة مؤسسات، حنا دولة اشخاص. حنا هذيك اللعبه ديال غادي نبقاو نحفروا ليه تنشريوها ليه مع الحموشي يقولوا ندبروا ليه على شي منشر،
إيوا صيفطو يماه بهاد العبارة هادي، بحال مهكا مريحين الناس زعما. واحد كان رئيس تحرير ديال جريدة ولا معرفت واش باقي ولا ما باقيش، الآخر كان في النيشان وما أدراك ما النيشان، نقد البناء وكدا وهادي وهادي، وخاشي راسو في كلشي، هو في لغة الخشب، هو في دوزيام، هو في هادي، زعما كأن زعما المغاربة 37 مليون مغربي زعما راه كنا حنايا دايرينها، معندناش الريزونمون، مدوزناش الصحافة ديال بصح، الصحافة ديال الحباسات وديال العصا وديال التكرفيس، على الكلمة ديالهم تيضحيو بغالي والنفيس، ويجي يقدم راسو على انه ديك اللعبة ديال احسن ما انجبته الصحافة في المغرب منذ ماشي الاستقلال، منذ الأداريس. راه بعض المرات الله الا تنبقى نشوف سبحان الله، راه سعدات الناس اللي عندهم هذيك الجبهة وهذاك الوجه غيذوقونا شوية كون درنا لاباس. والمهم كل تضامن مع خويا حميد المهداوي، واخا ما تنعرفك ما تعرفني وكنعرفك غير في الميديا، كل تضامن.